ياخدوا الانطباع منك. طبعا. وبعدين في نقطه مهمه جدا، التصريحات بتاعه المدير الفني عشان يقولها صح لازم يبقى مالك نفسه، مالك عقله، مالك فكره، عشان لما يطلع بعد المباراه هيتكلم بعد المباراه بربع ساعه او ب10 دقائق في امور هتتحسب عليه او تحسب له. فلا بد ان هو يكون مالك فكره خلال ال90 دقيقه دي عشان يقدر حتى يعبر مظبوط، لان الموضوعيه تحل مشاكل. الموضوعيه الفنيه في التصريحات بتاعه المدير الفني خاصه مثلا في المؤتمرات الصحفيه دي تساعد المدير الفني في انه يوضح وجهه نظره للاعلام، يساعد ان هو ممكن يقول معلومه تخلي لعيب عنده يرتاح نفسيا، تساعد ان المتفرج بتاعه يبقى عارف الراجل ده بيفكر ازاي، وبالتالي التصور الخاطئ اللي كان في دماغ المتفرج ممكن يتصلح. طب يعني بخصوص النقطه دي يا كابتن زيزو، معلش عفوا للمقاطعه، اصل انت من امبارح في لغط كبير حول تصريح اتقال امبارح ان هؤلاء اللاعبين لا يستحقون هذا الجهاز. بغض النظر، دايما انا بشوف دايما الكوتش لما بيطلع سواء بقى عالمي محلي كوتش ده ويطلع بيحمل نفسه المسؤوليه، واوضه اللبس دي بيبقى فيها قصه ثانيه، بيبقى فيها معارك، بس بيبقى مقفول عليه. لكن عمري في حياتي ما شفت مدرب بيطلع بيقول ان اللعيبه دي ما تستحقش الجهاز ده، او الجهاز ده كبير على اللعيبه دي، او يعني ما شفتهاش قبل كده. طب ما اللعيبه دي ياما حققت، اللعيبه دي لغايه الاسبوع قبل نهايه الدوري ب10 اسابيع هي الاول، يعني هي اللي حققت. ازاي في لحظه ان انا انفي هذه اللعيبه وان انا اضيع؟ يعني انت ككوتش مش الطبيعي ان انت اللي الاعلام بيبقى فيه كلام وبينك وبين لعيبتك ده قصه ثانيه طبعا بقى. طبعا. يعني انت مع هذه التصريحات؟ لا، هو بص اقول لك على حاجه، هو طبعا هو المقصود بيها حسام وابراهيم. الاثنين احد العيوب اللي موجوده فيهم ان هم عايزين الاخرين يبقوا زيهم هم لما كانوا لعيبه. حسام وابراهيم متحمسين طول عمرهم ومخلصين جدا لاي مكان بيروحوا فيه ويبذلوا اقصى جهد عندهم، وهنا هم نجحوا حتى الان، هم ناجحين مع تيم الزمالك بالتحديد يعني. ولكن هم طبعا برضو ما تنساش ان هم الاثنين حديث العهد بالنسبه للتدريب. يعني سنتين النهارده مش كفايه ان الواحد يبقى عنده خبرات كثيره جدا، لسه بدري. بس محتاجين هم الاثنين يبقى عندهم حته الهدوء اللي احنا بنتكلم عنها دي عشان يقدروا يعبروا عن اللي هم فيه. زائد ان هم في اوقات كثيره جدا هم نجحوا حتى لو ما كانوش كسبوا، لان النهارده إن مثلا من ضمن النجاحات اللي عملها حسام حسن انه مطلع بتاع 5 6 لعيبه صغيرين النهارده ما شاء الله بداوا يثبتوا وجودهم. لعيبه كويسه يعني، ولعيبه كويسه جدا زي حازم امام وزي مثلا عمر جابر ومحمد ابراهيم والقطاوي. يعني 6 7 لعيبه قيمتهم هتبان في الفتره اللي جايه، فدي تعتبر نجاحات. هم حاطين نفسهم تحت ضغط البطوله وده غلط. ليه؟ لان ودي بقى الفرق اللي بتكلم عنها في النجاح والفشل والمكسب والخساره. لما تحط نفسك تحت ضغط حاجه مش بايديك اللي هي المكسب ده عايز عنصر التوفيق في الاخر، وعنصر التوفيق ده مش بتاعنا، ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انا حطيت نفسي في عنصر او تحت ضغط عنصر لا املكه، انما ايه اللي املكه؟ ان انا ابذل اقصى جهد زي ما هم بيعملوا. فهم الاثنين يعني اكنهم بيضيعوا الجهد الكبير اللي هم بيبذلوه والنجاح الكبير اللي هم عاملينه في ان هم مستنيين يكسبوا بس. لا، نادي الزمالك مثلا خسر امبارح من الجون، الخساره دي وارده. طبعا. زائد ان هم الاثنين انا بحسب عليهم ان هم عندهم خبرات كبيره جدا في المكسب والخساره طبعا، وعندهم خبرات كبيره جدا في تحقيق بطولات سواء مع المنتخب او مع الانديه الاهلي او الزمالك. واخد بالك؟ يبقى انت النهارده تبقى لازم تعرف ان وتوصل للعيب بتاعك ان الدوري لسه طويل، لان الدوري ده ممكن يخلص مع اخر موسم. فالحته دي مطلوبه منهم هم الاثنين، واتمنى ان هم يعملوها. انا بتكلم طبعا هنا كراجل فني طبعا بحث. لكن حضرتك كمدرب ما يقال للاعلام غير اللي بينك وبين اللعيبه. لا طبعا ده شيء طبيعي جدا. انا ممكن اوبخ اللعيب بتاعي داخل غرفه الملابس وقدام الناس اتجاهل تماما ان انا بوبخته، ممكن جدا. تمام. لان انا لازم تحمي لعيبه. في علاقه، انا قلت لحضرتك العلاقه بين المدرب واللعيب زي علاقه
الوجهين الموجودين في عمله واحده، لابد يفضلوا متصلين باستمرار. بالظبط عشان كده بقول لحضرتك يعني هو لازم بينك وبين لعيبتك حاجه، وبينك وبين الاعلام بيبقى قصه ثانيه خالص. ابو الحسن من المنيا من مغاغه بيقول زيزو انا بفتخر بيك. الله يخليك يا حبيبي. ان انت من الاهلي. وانا بحب المنيا كلها على فكره. اشمعنى المنيا بس؟ انا اشتغلت في المنيا. حضرتك مسكت المنيا يعني. اشتغلت في المنيا 88 89. مساء الخير يا كابتن زيزو، انا من عشاق الاهلي، بحترم حضرتك جدا لتواضعك. الله يكرمك. دي عمرو. تحياتي للكابتن زيزو والدولي للاهلي. استاذ محمد النمره. أرق تحياتي للكابتن المحترم الكبير زيزو، ألف مبروك للأهلي وعقبال اليابان يا رب. سلامي للكابتن زيزو الرائع اللي شال المسؤولية والكل لامه، ولكنه لم ينظر لهم لأنه محترم. أهلاوية أحترم كل الفرق. تتلمت؟ لا بالعكس، أنا شفت يعني نوع من، حتى حسيت الناس يعني عايزك تكمل. لا وجملتني كتير، يعني انا حاسس يعني انا حاسس ان انا اتجملت في الفتره. لا من جهه الجملت انت ما اتجملتش. لا والله الحمد لله. لكن ان حضرتك يعني كان اديتني حقي وزياده، يعني اكتر من اللي انا كنت اتمناه. حتى كنت واثق من نجاح انك هتنجح. انا دايما بعمل اللي عليا سايب على الله. ونعم بالله، يعني دايما اعمل اللي عليا واعمل الصح. اللعيبه كانت رجاله معاك؟ اللعيبه برغم برضو يعني النتائج كانت مهتزه برضو. اللعيبه انا في بعض اللعيبه مثلا انا كنت بفرملها من كتر ما هي عايزه تثبت وجودها، زي ابو تريكه مثلا، وزي وائل جمعه، وزي احمد فتحي، عايزين يتمرنوا لوحدهم يعني وكمان وكده، وزي حسام غالي. ناس كتير جدا كنت انا بفرملها في التمرين. يعني انا كنت اروح لابو تريكه هو ووائل جمعه بالتحديد، اقول له انا عايزك تشتغل ب 60% من الطاقه بتاعتك في التدريب، عشان يبقى عندك المخزون البدني واديني في الملعب بقى. بالظبط كده. وده اللي حصل. ابو تريكه احرز 4 أهداف في 3 ماتشات. مظبوط. في الوقت اللي انا كنت موجود فيه. مظبوط. يعني جايب 7 أهداف، منهم 4 في 3 مباريات. مظبوط. فهو نفسيا حتى ارتاح، بس كان في حته هو كلاعب ممكن ما ياخدش باله منها. الحماسه بتاعته والاندفاع بتاعه، ونفس الكلام كان على وائل جمعه بالتحديد. الاثنين دول ممكن يبذل مجهود يوصلوا لاصابه، واحنا كنا محتاجينهم في الفتره ديت، فكنت انا اللي بفرملهم. وفي لعيبه تانية كانت يعني حاسه بالموقف وخطوره الموقف، فمش عايزه تخش وهي مش فت، فكان بيبعد. زي مين؟ لا ما اقولش مين. ما تقولش مين. لا يعني زي الماتش ده مثلا، ماتش الاتحاد اللي قدامنا اللي خلص 2-2. دي كانت البدايه. ما هو بص، يعني واحد زي عفروتو طبعا كان من الناس اللي هي برضو انا قيم قدرات، ولذلك عفروتو لعب في مركزين ما لهمش علاقه، ما لعبهمش خالص قبل كده. مره باك ليفت، يعني هو مع كابتن حسام البدري كان بيلعب هاف ليفت. معايا انا لعب باك شمال، باك ليفت مره، ولعب راس حرب. يعني هنا انا احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، ولا زالت المشكله ديت موجوده بشكل نسبي. ايه هي؟ دلوقتي عنصر السرعه كان غير متوفر في الفرقه. السرعات كانت ضعيفه جدا، كانت قليله جدا. كانت موجوده عندي في 3-4 لعيبه بس. دي صعب. السرعات اللي هي مش سرعه الفكر بس، او سرعه الحركه. سرعه الحركه كان عندي موجوده في 2-3 فرقه، وده ما ينفعش. صعب. لازم الفرقه كلها يبقى عندها سرعات على الاقل 6-7 مثلا، على الاقل 6-7. وعشان كده حته الاحلال مطلوبه في الفتره دي، مطلوبه جدا. مش عايز كده. استاذ محمد، انت بتستضيف شخصيات محترمه جدا. انا بمسي على الكابتن زيزو، الشخصيه المحترمه جدا. ده وليد من عين شمس. بالله عليك تقرا الرساله، حد يقول لمحمد شوقي بالراحه شويه على امير سعيود، ده ميته. هو في الفتره اللي كنت فيها كان في يعني برضه شوقي ما كانش لاحق يرجع برضه لمستوى شوقي اللي احنا شايفينه ده. كان ليه برضه؟ كان في مرحلتين او 3 مراحل انا عاملهم. انت حضرتك قلت هديتي الجمهور الاهلي ان محمد شوقي امتى؟ في المرحله الثانيه. هو واسامه حسني. الاثنين كانوا بعاد خالص. خالص. ولو كنت لعبت اي حد كان خارج نفسيا من الفتره دي. بالظبط. لو حد فيهم كان لعب في الفتره اللي انا كنت موجود فيها كان هيتضرر، هيقع اكتر. وبعدين هو في مدرب عاقل يبقى عنده 2 عندهم خبرات، وما عنده نقص 12 لعيب ويقعدهم، مش هيقعدهم. لان انا كنت عايز اكسب في الفتره دي وعايز انجح في الفتره دي. فكان محمد شوقي واسامه حسني الاثنين كانوا يدخلوا في المرحله الثانيه
اللي هي فيها 21 يوم اعداد علشان خاطر يخشوا ابتداء على ماتش المقص. وده اللي حصل معاهم. ده اللي حصل. واخد بال حضرتك؟ فهي هي كانت مرحله وقت، بس وقت. انت النهارده انت ممكن تضر اللعيب. في لعيب بيعتبر ان الضرر يقع عليه لو المدرب ما لعبهوش. في اوقات تانية الضرر يقع على اللعيب لو المدرب لعبه. لو كانوا لعبوا الفتره دي كانوا هيتضروا كتير جدا. صح. ربنا يخليك يا بركات يا اسطوره الكره الافريقيه، يحميك ويحفظك ويكفيك شر الاصابه. ده هيثم. انا والله كل الرسائل اللي جايه على عماد متعب انا بحاول اوصل لمتعب في التمرين. انا بس عشان الموضوع ده ينتهي اللي مكتوب في الجرايد النهارده ده، انا بحاول عن طريق زمايلي في الكنترول، لكن اللعيبه كلها في التمرين فمش عارفين لسه نوصل لاخبار متعب. تحياتي للكابتن المحترم زيزو. اعتقد انه كان هناك تعليمات من النظام. نظام ايه؟ مفيش تعليمات من النظام ولا حاجه، بس رسالتك مش كامله. مساء الورد الاحمر على مكتشف المواهب كابتن زيزو. وفكرك كرئيس الدوري للاهلي بفارق 7 نقاط. سعيد هينتقل من الاهلي الى اوروبا مباشره. ده سعد الجبري دهشور البدرشين. لو سمحت يا ليسي فهمني حكايه تريكه. مفيش حكايه ولا حاجه، هو بعض الكلام بيتقال ان مستر مانويل جوزيه طالبه بالاعتزال. ده كلام مستر مانويل بينفيه واللاعب بينفيه ومفيش اي مشكله، ولكن يبدو زي ما بيقول كابتن زيزو ان هي مرحله في حياه تريكه ولازم يعدي منها. بص حضرتك، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اطوار ومراحل. كل طور من هذه الاطوار ليه ما يناسبه، واخد بالك؟ فالنهارده لعيب زي محمد ابو تريكه اللي مطلوب منه ايه؟ محمد ابو تريكه النهارده يجب ان يكون صانع لعب اكتر من اي حاجه تاني. طب هي اللي انت شايف يا كابتن زيزو ان الجمهور محمل تريكه فوق طاقته؟ هو ده امر طبيعي. امر طبيعي بقى. ده امر طبيعي. بس الحاجه اللي انا هسالك سؤال مباشر، هل فريق النادي الاهلي دلوقتي الاداء بتاعه زي اداء مثلا من 3 سنين؟ لا خالص. مختلف. ولا